هنتكلم النهاردة عن فيلم برشامة، سيناريو أحمد الزغبي وشيرين دياب وخالد دياب وإخراج خالد دياب. برشامة فيلم لطيف، كوميديا هتتفرج عليها هتضحك ومش هتزهق. أحداثه بتدور في لجنة امتحانات ثانوية عامة أثناء امتحان اللغة العربية. مدة الفيلم حوالي ساعة ونص، يعني نقدر نقول إن زمن الفيلم تقريبا قريب من الزمن الفعلي اللي بتدور فيه الأحداث. النوع ده من الدراما بنسميه شامبر دراما، دراما الحجرة، دراما بتدور في مكان واحد اللي هو حجرة، أو كونتيند دراما، الدراما المحتواه اللي هي يعني بتدور في مكان معين وزمن معين، وفي ناس بيسموها البوتل دراما، دراما الإزازة، ان كأن مجموعة من الاشخاص محشورين جوه ازازة ومحدش يقدر يخرج من المكان ده، وبيحصل موقف معين بين الاشخاص دول يؤدي الى صراع. هي دي الشامبر دراما او الكونتين دراما او البوتل دراما. عندنا نموذج مشهور في السينما المصرية للنوع دوت، وهو فيلم بين السماء والارض، اخراج صلاح ابو سيف. وفي السينما العالميه عندنا فيلم مشهور جدا اللي هو 12 رجل غاضب، 12 Angry Men، اخراج سيدني مراقب. في برشامه عندنا مجموعه من الناس رايحه تمتحن في لجنه المنازل في الثانويه العامه، وهي بتبقى لجان الاعداد اللي بيمتحنوا فيها بيبقوا عدد قليل. الناس دول ليهم شخصيات وطبائع مختلفه ومتناقضه. الراجل المراقب بتاع اللجنة بيغمى عليه، كلهم عاوزين يغشوا، كلهم عاوزين يغشوا، لكن في واحد فقط بيرفض انهم يغشوا، وبيرفض ان يسمح لهم بالغش. لكن المشكلة ان الشخص ده هو الشخص الوحيد اللي يقدر يغششهم، ومن هنا بيتولد الصراع وتتولد الدراما، شامبر دراما، كونتين دراما، بوتل دراما، زي ما بيقول الكتاب بالظبط. صناع الفيلم بيستغلوا الصراع ده ويولدوا منه كوميديا، وفعلا بينجحوا انهم يولدوا كوميديا هتضحك الجمهور وكوميديا حلوه. واللي ساعدهم على كده انهم معاهم مجموعه من الممثلين الممتازين وكوميديانات هايلين. الحقيقة ان عنصر التمثيل كان اقوى عنصر في الفيلم ده، كان عنصر قوي جدا جدا ومميز، وفي ادارة ممثلين رائعة واختيار رائع، كاستنج هايل للممثلين. طيب ايه هي العيوب اللي في الفيلم؟ الفيلم فيه عيب واحد. في الشامبر دراما الصراع اللي بيحصل بيؤدي إلى كشف حقائق وتغير قناعات عند الشخصيات الموجودة في الصراع. يعني عندنا مثلا في 12 Angry Men، فيلم سيدني لوميت 12 رجل غاضب، مجموعة من المحلفين في أوضة كلهم عندهم قرار انهم يدينوا المتهم الا واحد فقط رافض. يحصل صراع، الصراع ده ينتج عنه تغير في قناعات الشخصيات دي حول فكرة القانون والعدالة. احنا في برشامة عندنا حالة شبيهة بالظبط. اللجنة كلهم عاوزين يغشوا، شخص واحد هو اللي رافض الغش، يحصل الصراع. المفروض هنا ان الصراع ده ينتج عنه في تغير فكرة الشخصيات دي عن الغش، لان ده هو الفكرة الاساسية اللي قام عليها الصراع. هل الفيلم عمل ده؟ ورانا التغير ده؟ لا، ما شفناش التغير ده في الفيلم، في الشخصيات اللي في الفيلم. لا، والمشكلة ان موضوع الغش ده هو السبب الرئيسي للصراع. ما ينفعش كده انه ما يحصلش تغير. طب الصراع كان على ايه؟ هو نهاه بطريقة ان فجأة الراجل فاق، المراقب فاق. لا، مش كده. كان لازم نشوف ان يبقى فيه تغير في القناعات عشان يبقى الصراع له اساس. هو حاول يبين لنا
تغيير واحد فقط في العلاقة بين هشام ماجد وريهام عبد الغفور. يعني هو في الأول هو راجل متدين متشدد، رافض أصلا إن يكون بينهم أي تلامس، رافض إنه يحييها أو أي حاجة. لكن في آخر الفيلم بيصافحها، وده تغيير كبير في شخصية زي ديت. طب إيه السبب؟ إيه التغيير ده حصل ليه؟ هل لما وقفوا جنب بعض لما دافعوا عن زينب، هل ده غير في وجهة نظره فيها وشايف إنها إنسانة مش هي إنسانة كويسة؟ بالنسبة لي أنا شفت إنه هو ما كانش كفاية قوي، يعني ما كانش تغيير كفاية. ومن وجهة نظري إن عدم حدوث تغير في قناعات الشخصيات بخصوص فكرة الغش هو الشيء اللي يخليني أقول إن برشامة فيلم لطيف مسلي، لكن مش جيد بما فيه الكفاية. لو كان الفيلم عمل تغيير في فكرة الشخصيات عن الغش اللي هي السبب الرئيسي للصراع، كان برشامة بقى فيلم رائع مش مجرد فيلم لطيف. في آخر الفيلم لما هشام ماجد يسلم على ريهام عبد الغفور بتسأله مش ابن حنبل قال لا، بيقول لها أبو حنيفة قال ده بيفكرنا بالمشهد الشهير بفيلم مراتي مدير عام إخراج فطين عبد الوهاب، المشهد اللي كان بين شفيق نور الدين وشادية. وأنا بعتبر دي إنها لفتة لطيفة فيها تريبيوت، تحية لكلاسيكيات السينما المصرية وفطين عبد الوهاب أعظم مخرجين الكوميديا. بس ده بيرجعنا لنقطة مهمة وسؤال مهم: هل الفيلم بين التغيير اللي حصل في شخصية هشام ماجد علشان يسلم عليها وهو كان رافض ان يكون بينهم اي تلامس، زي ما في مراتي مدير عام الفيلم بين لنا ايه التغيير اللي حصل لشفيق نور الدين عشان يسلم على شادية في اخر الفيلم؟ ده سؤال مهم. في النهاية برشامة فيلم لطيف، هتتفرج عليه هتضحك وهتبتسم وهتقضي وقت كويس، ونقدر نقول انه هو نقدر نقول انه هو كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير، لكن في النهاية هو محاولة اعتقد ان صناعها قادرين انهم يتعلموا منها ويقدموا لنا الافضل في اعمالهم القادمة. والى اللقاء، وما تنسوش الاشتراك في القناة.